السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. جيت لكم النهارده في فيديو جديد. الفيديو ده برضو اتطلب مني وانا النهارده نفذته، بس نفذته بقى مش عيش بالصدق، ده عيش باللحمة، ودي طريقتي فيه اللي هو يا جماعة الحواوشي. فلو عجبك فيديو النهارده او طريقتي فيه يا ريت تعملي لايك علشان ان شاء الله باذن الله اي فيديو تاني تطلبوني انا اعمله. بصوا يا جماعة، ده كان كيلو وربع دقيق. عملت ايه؟ سبت ربع كيلو علشان خاطر الفرد، وبعدين حطيت الكيلو في البولة انا علشان خاطر بعمله على طول، فانا خلاص عارفة مقاديره. تمام. حطيت معلقتين سكر وحطيت باكل الخميرة عليه على طول، لان انا واثقة ان الخميرة بتاعتي كويسة طبعا، لان انا بشوف التاريخ. تمام. وحطيت رشة ملح وكمان حوالي 4 معالق زيت. وهنا بقى تبدأي تفتكري همومك، وهتبدأي تفتكري مشاكلك وجوزك اللي غيظك ومنكد عليكي وقرفك في عيشتك وحماتك اللي مزهقاكي وسلفتك اللي بتغير منك، وكل الناس دي هتفتكريها وهتفضلي تعجيني في العجين وتجيبي اللي فوق تحت وتدي بوكسات كده، تخيليه جوزك وتفضلي تديله بوكسات لحد ما العجين كله يتلم معاكي ويكون كده طري كده وقطني، وهتسيبيه ان هو يختمر. تمام. هنا بقى مرحلة تتبيلة اللحمة، وهنا كانت الكبة بتاعت ماما بايظة واضطريت ان انا اخرط البصل كله على ايدي. بس طبعا لو البصل يكون مفروم ويكون انعم من كده يكون افضل واحسن. بس الجيش قال ايه؟ الجيش قال اتصرف. وقولوا لي لو انتوا مكاني كنتوا هتعملوا ايه؟ هتقطعوا البصل على ايديكوا كده ولا هتكنسلوا الليله كلها؟ عموما انا عارفه من الاول ان اصلا ان الكبه بايظه، وعارفه ان انا هخرط على ايدي، يعني ما عجنتش العجين وانا مش عارفه. لا انا عارفه، بس تمام، احنا خلاص عايزين ناكل الاكله دي مش هنوقف نفسنا. فانتي برضو متوقفيش نفسك على اي حاجه، كله في النهايه بيتاكل وكله بيكون طعم واحد. ولكن طبعا عشان البصل بيكون خشن، ف يعني الافضل ان هو يكون ناعم. تمام. هقولك بقى على طريقة تخمري بيها العجين بسرعة. اي عجينة عندك لاي مخبوزات اعتمدي الطريقة دي، وهي طبعا ممكن يكون اكتركم عارفينها يعني، فانا بقولها للناس اللي ما تعرفش. وهي ان انتي بتسخني الفرن بتاعك، بس بتكوني مغطية العجين بتاعك. تمام. بتسخني الفرن بتاعك وبعدين تطفي عليه، ولما الفرن يبرد شوية عشان طبعا ما تحطيش البولة فلا قدر الله لو بلاستيك تسيح، لو ازاز تفرقع. يبرد شوية بعدين تحطيها جوه الفرن بحيث ان السخونية تخمر العجين بتاعك بسرعة وانت تنجزي في وقتك يعني. وانا بصراحة اليوم ده برضو كنت مستعجلة وعايزة انجز في الوقت. تمام. تمام. هنا بقى بصوا، خرطت البصل وخرطت بقدونس وشبت، لا مش شبت، كزبرة خضرة وفلفل اخضر. انا كنت عايزاه اليوم ده سبايسي. وهنا بقى اللحمه كانت متلجه قوي، يعني ايه، هظبط الدنيا، هفصل الكاميرا وافضل بقى اعجن فيها. اهم حاجه انك تعجني فيها قوي. التوابل بتاعتي بقى معايا مكعبين مرقه دجاج. تمام. هقول لكم واحده واحده كده. مكعبين مرقه دجاج اهو، اخلصي يا ست اخلصي. ومعايا فلفل اسمر. متنسوش تعملوا لايك للفيديو بتاع النهارده. وحطيت بهارات لحمه. وبقى ده يعني ده انا بعتمده في العيش باللحمه قوي، ان هو بيكون حلو قوي، وهو الا جوز الطيب يا جماعه. ولو انت طبعا مش حابه ما تحطيش، بس هو بيدي تيست حلو قوي للعيش باللحمه او اللحوم عموما. تمام. هي رشه يعني. عموما هو ما بيعملش اي حاجه، يعني الناس اللي بيقول بيسكر والكلام ده، لا طبعا هو ما بيعملش اي حاجه، يعني انا على طول بحط في اللحمه. هو بيضرنيش في اي حاجه، ببقى فايقه وعايشه شايفه الدنيا والله طبيعيه. المهم هتفضلي بقى تعجني في اللحمه كتير كتير كده. عايزاكم تقولوا لي انتوا بتعملوا اللحمه بالطريقه دي او العيش بلحمه او الحواوشي يا جماعه الاسكندراني بالطريقه دي. ده حواوشي اسكندراني. تمام. لان الحواوشي المصري بيعملوه في عيش بيكون اصلا العيش مخبوز. تمام. اللي هو بيكون اللي هو العيش بالردة ده، وبعدين بيحشوه لحمة وبيسووه بقى ممكن على النار في الفرن. لكن ده حواوشي اسكندراني. وانا كشروق بفضل ده اكتر. فعايزاكم تقولوا لي انتوا بتعملوه بالطريقه دي ولا لا.
ولو في حاجة مثلا فاتتني في الفيديو برضو اكتبولي في الكومنتات وانا هعيد لكم الفيديو كله، يعني الوصفة كلها. فضلت بقى اعجن في العجين كده، طبعا متنسوش الملح، انا حطيت ملح بس مش عارفة ما ظهرش معاكم يعني. تمام. بس طبعا ما باخدش كتير عشان خاطر انا عامله ايه، انا حاطه مرقه دجاج. هنا بقى الخميره كانت، العجين بتاعي كان اختمر وزي الفل وجميل. ماشي، فانا بعمل ايه، باخده كده يعني مش بقعد بقى ايه الفه تاني، لا انا باخده كده وهو مختمر كده بيكون احسن. وبقطع منه ايه، اقرص منه بقى الكور. ومش لازم تقرصي كوره 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 زي ما يعني انا الاول كنت بعمل كده، لا دلوقتي باخد على طول من العجين بتاعتي القرصايه او رغيف العيش اللي انا هفرده وخلاص. يعني سهلي عليكي الامور واختصري برضو ايه في الوقت. وانتي بالنظر كده هتعرفي ان انتي تقطعي الكور كلها يعني قد بعض. بس هنا بقى ماما كانت بتساعدني، فضلت هي تفرد لي في العيش، وماما سريعه يعني ما شاء الله. تفرد لي في العيش وانا ايه احط اللحمه بقى في يعني اسمها ايه، احشي الرغيف يعني. تمام. لا عادي، ده هنا اخويا بس كان بيعمل سندوتش جبن. بس قولولي بقى عجبتكم طريقتي ولا لا. والله عايزه اقول لكم ان الفيديو ده اصلا متصور بقاله كام يوم، وانا عندي فيديوهات تانية عايزه تمنتج، بس الوقت بتاعي بجد ضايع ما بين بقى العيال والليله اللي انا فيها ودوشه، وان انتوا طبعا عارفين انا قاعده عند والدتي، فالدنيا معايا مش احسن حاجه. وانا بصراحه يعني عايزه انتظم في الفيديوهات على قد ما اقدر، وللاسف مش عارفه. وكمان أنا بصراحه بيني وبينكم انا كنت محبطه قوي الايام اللي فاتت ومخنوقه ومش جايلي نفس لاي حاجه يعني، دي الحقيقه بصراحه. غير ان انا مش عارفه اعمل حاجه من من العيل يعني وكده، فاعذروني. بس هتفضل بقى ماما تفرد كده وانا احشي هناك اهو. بصوا بقى العجين حلو قوي ومش بيرجع تاني، يعني ماما بتفرده مش بيرجع تاني معاها. ده طبعا من نجاحه، يعني نجاح العجين ان انتي لما تفرديه ما يرجعش معاكي. ده كان اخر رغيف معايا، يعني اللحمه بقى جابت يعني رغيف، انا كنت بعمل انصاص في اخر حته لحمه تتعمل رغيف، ما ينفعش تعمل حتى نصين. فاهمين؟ بس الرغيف ده كان بتاعي انا، وطبعا طالما بتاعي يبقى لازم اظبطه. انتوا فاهمين طبعا. بصوا العجينه حلوه، حلوة قوي كمان بجد. اعتمدي الطريقة دي وبجد والله العظيم انت يعني طول ما انت بتصعبي عليكي الامور هتبقى صعبة، سهلي عليكي الدنيا هتبقى سهلة، هي كده. واهم حاجة انك تعملي حاجة وانت ليكي نفس كده. اللي على العجين ده بس مكان اللحمة، يعني انا كنت انا بعمل بايدي وفي نفس الوقت بقفله بايدي برضو، منهبه هي الايد، يعني اكيد مش في كل مرة هروح اغسل ايدي، العجين هيلزق. المهم ده حاجة أساسية انك تشكشكي كده بالشوكة عشان العيش ما يرتفعش ويبقى عيش مقمر. بس وده كان التسوية بتاعته. بصوا بقى تحفة، بصوا بقى جميل ازاي، تحفة تحفة تحفة. تسلم ايدي بجد. قولولي بقى انتوا بتعملوا بنفس الطريقة ولا لا، او لو مش بتعملوا بنفس الطريقة جربوا الطريقة دي. اهم حاجة العجينة جربوها برضو والحشوة، وهتعجبكم جدا. والصحة وعافية عليكم، صحة وعافية علينا احنا كمان وعلى كل اللي اكل منه. ايه رأيكم؟ بصوا بقى هوريكم دلوقتي العيش قد ايه هو رقيق مش تخين، فاهمين؟ سمكه رقيق. انا هنا بس كنت بوزع يعني. بصوا بقى شايفين، بصوا الجبنة بقى كان تحفة. بصوا سمك العجين نفسه تحفة. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي حلوين.